خلنا عليكم بوجه الله اللي غالي وعزيز. اش كتعني ان بنيته صغيره تمشي تسخر تجيب المعسل ديال الشيشه وتجيب الفاخر ديال الشيشه؟ وسمحوا لي على هذه الكلمه هذه. اش كتعني؟ لان هذا المنظر لما تراه والله يحز في النفس حزا ويؤلمك إيلاما شديدا لا برأ بعده. منظر ما تقدرش تحمله. بنيته غير صغيره، دريه تتقرا في الابتدائي، جهدها الخامس الرابع في هذه الحدود، مسخره تجيب الفاخر ديال الشيشه وتجيب المعسل ديال الشيشه. شاد المصايب. والله العظيم منظر وقفت أمامه وأمشوك ووقف شعري من هول الصدمة، من هول ما أرى. أفزعني وأفجعني وهالني ما أرى. وزعما يعقل إنسان عاقل شاعر أنه تصيفط بنته وما جيت دري، رغم أنه على دري مصيبة عظمى، على البنت المصيبة أعظم. وإن كان الأب يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، والعكس صحيح كذلك. بحال هاد النماذج ديال الاباء هادو هما اللي كينتجوا الوليدات اللي كيكونوا ضحايا من هنا لقدام. البنيته من هنا لقدام وهي كتشوف ولد في باها وكتشوف عمامها ولا كتشوف عمها ولا خالها ولا خوها ولا في الدار يمارس تلك الامور. في الدار كيتعاطى البليه، من بلي فليستتر ويبعد ولادو، على الاقل يحمي راسو يحمي ولادو من هذه الامور هذه. وفي اتساع، اذا بليتم فاستتروا في اتساع، وسل الله عز وجل العافيه. ما تخليهاش في البنيته. راه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي كيجاهروا بالمعاصي ديالهم. من أحد معانيها الطينة هذه. ثم هنايا كيكون المدلة والمضرة والإثم متعد وليس لازما فقط، ما كيلزمش صاحبه يتعداه، يعني عليه وزر ما فعل وعليه وزر تلك الإنسانة التي كانت ضحية. وهي ترى وغتطبع مع بحال هذه المناظر هذه، وغتطبع مع أي سلوك. والجانب ديال تعاطي المخدرات وهذا العجب هذا راه عبارة عن باك، وباك راه فيه ما فيه، راه فيه مجموعه من الامور. يعني الا كانت غتقبل هذا المنظر هذا انها تشوفه واش تمشي تسخر وتجيب، اذا اي حاجه عندها الدنيا هانيه. العلاقات غير الشرعيه غتوصل ليها. الزنا غيكون عندها عادي، وسمحوا لي على هذه المصطلحات. الدخول في شي حاجه اللي ديال التعاطي حتى هي ما عندهاش مشكله. ممكن تسرق على قبل داكشي ما عندهاش مشكل، ممكن تكذب ما عندهاش مشكله. اذا بحال هذا المنظر هذا اللي هو سلوك صغير غيجيب لك بزاف ديال السلوكات المشينه اللي غتدمر شخصيه هذيك البنيته. وصدق سيدي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل بني آدم، لما قال عليه الصلاة والسلام: يولد الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يقل يسلمانه. بغيت أنا من هذا الحديث أثر الوالدين في التربية، هذا ما أردته. اثار الوالدين في التربيه، اما يخليو وليداتهم على الصراط المستقيم، على الطريق ديال سيدي ربي، كما كان ديك البنيته مسكينه بالفطره ديالها راه على طريق سيدي ربي. لو تفرقوا عليها الانس والجن راه غتعبد سيدي ربي وغتمشي على طريق الله عز وجل. فيتدخل الاب او الاخ او انسان جار او كيف ما كان ومسخره. كيف ما كان هذا الانسان هذا اللي مسخر، سواء كان اب سواء كان كذا سواء كان، راه اجرم في حق تلك البنت. ومن المفروض انه تكون بيني وبينك تكون تشريعات صارمه في هذا السياق، ان البنيتات ما يتقاسوش في هذا الشيء، ان الوليدات ما يتقاسوش، ما يتسخرش لهذا الشيء. اذا بوليت انت نوض لشغلك. واسمح لي انا كنهضر بحراره بمرار، وخد البنت والله لا اعرفها ولا اعرف من والدها ومن امها ولا الاسره ديالها ولا، لكن المنظر افزعني جدا. وتخيلت البراءه ديالها مسكينه وانا تنشوف فيها وهي صغيره وجايه تتسول على ذاك العجب. من هنا لقدام كيفاش غتولي هذيك البنت؟ راه غتولي في هذاك الدومين. يعني غتكون نتجتي انت انسانه صنعتيها في الدار عندك بلا ما تشعر. ولا كنت انت الاب سليم وكان انسان براني هو اللي دار، من المفروض تراقب بنيتها، من المفروض تسولها، من المفروض توصيها ما تخلي حتى حدا بنيتي كيف ما كان، الا جارك جارتك كذا. وإنا جار داك الجار اللي كنعرفوه وديك الجاره اللي كنعرفوها باخلاقها بحسن كذا، وما تكونش السخره تكون بعيده، غير بنتي غير قريبه. وحاولي ما امكن ما ديريش الحاجات حتى تستشري. ولا كان شي حاجه تكون واحد قنوات التواصل بينها وبين امها، والام ديالها تبقى تحكي لها وتقول لها الاسرار اللي ما يمكنش تقولها للاب ديالها بطبيعه الحال. ويتناقش مع الاب ديالها في الحدود ديال اللي ممكن انها تتكلم معاه فيها. يعني لابد من فتح قنوات باش تعرف بنتك فين كتمشي وفين كيجي فين كتجي ومع من كتمشي ومع من كتجي. لانه من هنا لقدام غتنتج لك انسانه اما في اليمين واما في اليسار، بناء على اش مشات اليمين ولا مشات اليسار، بناء على داكشي اللي كانت كتشوف معاك في الدار، داكشي اللي كنتي كتامرها به، داكشي اللي كنتي كتنهاها عليه. واخطر من ذلك داكشي اللي ما كنتيش كتهضر به، داكشي اللي ما كنتيش كتقولو كنتي كديرو. فكيقول الاب، هذه قراتها: اب يقول لابنه انتبه للطريق، رد البال ولدي للطريق. قال لي: يا ابي انتبه انت، هذا راه غير كتهز رجلك انت كنحطها انا وراك، فرد البال انت. نفس المساله الوليدات كيشوفوا
كاين منهم اللي سمعي، كاين منهم اللي بصري، كاين منهم اللي حسي حركي في النمط ديال التعلم. فاللي سمعيين مركزين على السمع اكثر من البصر ومن الحس. اما اللي بصريين كتلقاوهم قلال الهضره، لكن كيسكاني عنده الفار خدام، فراه تيشوف ملي كتقول انت كيسمعك انت قلتي ودرتي خلاف ما قلتي، ما غيشدش داكشي اللي قلتي، غيشد داكشي اللي درتي. فبحال هذا الامر هذا اللي غتسخر فيه بنتك، او لا تقبل ان انسان يسخر بنتك بحال هذه الامور. وكنقول بنت، هذه راه بنت صغيره، يعني من الخطوره بمكان. لو كان في جانب الدري تلك خطوره بالغه لا تقل عنها، لكن الخطوره بالنسبه للبنت خطوره اعظم. البنت تربى على الحشمه اكثر، تربى على الحياء اكثر، تربى على لزوم بيتها اكثر الا للضروره، قرايه مسجد كذا غرض، للضروره القصوى تربى على الحياء. وما ادراك ما الحياء، اللي ممكن هو عباره عن باك. هو الحياء كيجيب حسن الخلق، كيجيب الجمال، كيجيب التقوى، كيجيب الورع، كيجيب الصدق، كيجيب كاع القيم الحميده والاخلاق الفاضله اللي هو الحياء. وكان قالها عليه الصلاه والسلام لصحابي ينصح صحابيا اخر. صحابي كان فيه الحياء بزاف، يستحي، فاراد صحابي ان ينصحه فقال دعه فان الحياء لا ياتي الا بخير. زعما بغى يقول لي زعما حاول ما امكن ما تبقاش كذا، فقال دعه فان الحياء لا ياتي الا بخير. الحياء تجيب لك كل خير. وتذكروا قصه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام مع بنتي شعيب، الرجل الصالح. صدق سيدنا موسى عليه السلام بغى يتزوج ديك البنت، اكبر خصله فيها، اكثر قيمه متشبعه بها واللي تمظهرات في سلوكاتها وفي مشيتها، هي قيمه الحياء. قال الله عز وجل فجاءته احداهما تمشي على استحياء وعلى حرف استعلاء، يعني تاتي ويطبعها وهي في اعلى درجات الحياء، ماشي تستحيي فقط، في اعلى درجات الحياء. مني غنصيفط انا بنتي، الله يحفظني ما ندير هكاك، الله يحفظك اخويا ما دير هكاك. مني غيتصيفط انسان بنته تمشي تجيب بحال هاد الامور هكا، فين هو الحياء هنا؟ ما بقاش عندها الحياء، ربيتيها على الجرأة، هدمتي لها الجدار ديال انها تحشم، الجدار ديال انه يولي عندها داك الجدار المانع، الممانعه اللي ضد اي سلوك ما هواش، ضد اي منظر ما هواش مشى. غتربيها على الشريعه بهذا الشيء. ملي غتقول لها انت كانسان او انت كاستاذ انت كمربيه، جات عندك هي وهي كبرات وغتقولي لها انت بنتي راه المخدرات كذا وراها مضره وراها كذا، وتهضري معاها على الاضرار ديالها الطبيه والاضرار الصحيه، عاد تبيني لها في الاخر لماذا الله عز وجل حرمها وتبيني الحلال والحرام. ما تسوقش ليك الا الا شد الله سبحانه وتعالى بيديها، ما ديرش فيك. علاش؟ لانها درجت على سنوات من التلقي والتشبع والتطبع بتلك الاخلاق المشينه. جيبي معسل، جيبي كذا، جيبي كذا، وترى الاب وهو يمارس امامها، وتراه يسب الامه، وتراه داخل في ما هواش، وهادو تيكذبوا، والتلفازه طالقه داكشي ما هواش. غنت جوجين خايب، غنت جو وليدات خايبين الا الا شد الله سبحانه وتعالى بها، خايبين ماشي في ذواتهم، السلوكات والتمظهرات ديالهم. فانا راه عارف كنخدم بواحد القاعده سميتها المدح للشخص والذم للسلوك، فإلا انتقدت له تنهضر على السلوكات انها تحيد، والا راح كلنا اخوت اخواتات وكلنا كالقمر له جانب مظلم. فاللي شافنا هكا في حراره يسمح لنا ويلتمس لنا العذر. راه المنظر لو رايته كنت غدير شي حاجه، والله الا كنت غادي دير شي حاجه ولا غدير شي موقف اللي ما هواش. منظر يحز في النفس. البلاد باذله مجهود على حقوق المراه، وباذله مجهود على كذا، ولدينا كلام فيه، وباذله مجهود على الطفوله وعلى عدم حرمان الطفوله من حقها في التمدرس ومن حقها في التعلم ومن حقها في اي حق غادي يكون. والحضر المدرسي مضاربين معاه باش نقصوا من النسب ديالو، وزيد 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 من الحقوق اللي كتحاول البلاد انها تمكنها البنيتات، وفي الاخر تجي انت صيفطها تجيب كذا. مني غتسالي غتقول لك انا راه غادي نمشي نقرا في الكوليج، وما غتلقاش في الكوليج، غتلقاها ورا الكوليج، ما غتلقاهاش ورا الكوليج، غتلقاها في جهه اخرى. فتلك الطوام الكبرى التي تاتي انما هي نتاج لسلوكات كتنطلق من عندنا من الدار. فرد البال، الله يرحم لك الوالدين، وحاول ما امكن تكون بوله زوينه انت، ونبه غيرك. فإلا كان فيه هو شي بليه استتر، خلي الوليدات في اتساع. ونختم معكم بانسان يالله كان خارج من الحبس والتقت جمعتني به الاقدار، ما بغيتش نقول بصدفه، بقدر الله سبحانه وتعالى. التقينا عند انسان ثالث صاحب لنا مشترك، وحنا جالسين معاه كنتفاجئ بان هذاك يلاه خارج من الحبس وموتة تعيط عليه مسكين، ومسكينه حتى هي. فكنتكلم معاها انا باش يلا نمصوا ليه داك الضغط ونانسوا شي شويه من داك الجو اللي كان فيه. فاردت ان انبهه بذكاء الى شوف سير تزوج وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتزوج باش
تهدى شي شويه وتثبت وتفتح مستقبل اخر. فاذ بي اقول له السي فلان شنو هي المواصفات ديال الانسان اللي بغيتي نتايا؟ فكيقول لي بانها بهذه العباره بغيتها متدينه، هذا كلامه. كيقول لك انا بغيتها متدينه تكون حسن مني باش ولادي ما يكونوش بحالي وعزتي جلال الله. فصدمني بجوابه. كنشوف انسان راه خطوطو وكذا ويلا خارج، فاذ به شوف فين تيشوف، شوف النظره فين تيشوف. فبحال هذا الانسان نسال الله ان يهديه وان يوفقه يتخلص من البليه ويسهل عليه سيدي ربي في بنت الناس وفي خدمه طيبه صالحه ورزق واسع، ويفتح عليه سيدي ربي وكاع خوتنا وخواتاتنا اللي طايحين في بليه، اللي في بليه الله يعفو عليه والله يتوب عليه. ومن حياتي كل ما عمرني تندير قطيعه مع انسان عنده ابتلاء كيف ما كان، سواء تعاطي سواء كذا، بالعكس نحاول ما امكن نفعه قدر ما نستطيع. فبحال هذا نموذج مزيان مازال الله سبحانه وتعالى يهديه باذن الله عز وجل، لانه ما كيضر راسو وعارف راسو كيضر راسو وما بغيش يضر غيره، ولا بغى يتعاطى مع شي واحد ممكن يمنعوه، فضلا انه بنته تقول لك لا مستحيل. علاش؟ لانه باغي انسان متدينه تربي الاولاد تربيه حسنه باش ما يكونوش بحالي، قال لك حيت هو عارف راسو زعما حاسب راسو ناقص من حيث سلوكاته ومن حيث تصرفاته. فنسال الله سبحانه وتعالى يبصرنا بما علينا. ثم راه اختم بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذيك البنيته الا كان صيفطها اب مسؤول عن رعيته، صيفطتها مسؤوله عن رعيتها، صيفط اي واحد راه سيسال عن ذاك التصرف وهذيك الطفوله اللي كان ظلمها وكان تعدى عليها. صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.